انا بعمل فيديوهات من 2021 ولحد شهر 7 2025 ما كنتش لسه جبت اول 1000 مشترك، بس عرفت اجيبهم ازاي واعمل كده في خلال شهر واحد بس، والموضوع اسهل مما تتخيل. كل اللي عليك بس انك تنزل شورتس، حرفيا بكل بساطه انك تنزل شورتس بس. انا كنت الاول بعمل محتوى جيمنج، وكان ساعتها عمالقه الجيمنج موجودين، ابو فله، شبكه الالعاب العرب اللي هو سيد بندريتا، وناس كتير قوي ساعتها، وانا يا دوب كنت بعرف امسك الماوس، ويا ريتني كنت بلعب بماوس اصلا، انا كنت بلعب بتليفون، كنت بصور ومنتج واعمل كل حاجه من عليه. طب هل ده معناه انك ما تنزلش جيمنج؟ لا، نزل جيمنج، بس عايزك تهتم اكتر بالشورتس في الاول. يعني نزل عادي فيديوهات طويله، وبرده نزل شورتس وحاول تهتم بيها اكتر، لان الشورتس هي اكتر حاجه بتزق المحتوى اللي لسه في بدايته. وفي نفس الوقت عايزك تنزل شورتس ما يبقاش بعيد عن المحتوى اللي انت بتنزله. يعني مش عايزك تحكي قصتك خالص وقد انت بتعاني في صناعه المحتوى او في بدايتك في القناه. الناس مش مهتمه ابدا تعرف اي حاجه عنك في الاول، بس مهتمه تعرف انت هتقدم لهم ايه يخليهم يصرفوا وقتهم على المحتوى بتاعك. يعني لو بتعرف تعمل حاجه معينه فما تطلعش تقول انك بتعرف تعملها، انا عايزك تطلع تعملها وباكمل وجه. لو استفدت حاجه او اتعلمت حاجه ايا كان ايه هو مجالك، اطلع شاركها وحاول تفيد غيرك بقدر الامكان. الناس مش بس داخله تتسلى، الناس عايزه تستفيد باي حاجه، حتى لو كود معين ممكن يسهل لهم طريقه اللعب. مثلا لو انت بتقدم محتوى جيمنج، اي حاجه حرفيا اتعلمتها وبتعرف تعملها حاول تفيد بيها غيرك، وخليك دايما صبور وواثق من نفسك، ولازم يكون عندك قناعه ان الموضوع مش هياخد وقت صغير ابدا، الموضوع هياخد وقت طويل شويه. بس لو مشيت على اللي انا قلت لك عليه دوت مش هيبقى طويل خالص، هيبقى في الغالب من 3 ل 6 شهور بس. انا عايزك بس تهتم بالمحتوى وكواليتي المحتوى عشان تبتدي بس تبان للناس، وبعد ما تعمل اللي انا قلت لك عليه دوت وتهتم بالشورتس وتوصل لاول 1000 مشترك، احب اقول لك انك عملت كده خطوه صعبه قوي، لان زي ما انت عارف ان اول 1000 مشترك صعبه، واول 100000 مشترك برده صعبه. بعد كده حرفيا بقيت الارقام سهله جدا. طب انت دلوقتي جبت ال 1000 مشترك، ها وبعدين؟ ده مصطفى جاي لكم من المستقبل، بيقول لكم لازم تعملوا سبسكرايب عشان الفار بتاعي زعلان قوي ان انتم ما بتعملوش سبسكرايب. صح يا روميو؟ تعالى يا وقع. سبسكرايب بليز. هنا بقى تبتدي تدي وقت اكتر للمحتوى بتاعك، تعمل صوره بروفايل متعوب عليها شويه وتمثلك. ايوه يا روميو، اخويا يا جدعان، اخويا انت عايز تخرج؟ في نفس الوقت لما حد يشوفه يعرف ان انت ده على طول من غير ما يقرا الاسم، زي اديداس كده، من بعيد لو شفت حد لابس ترنج 3 خطوط تعرف ان هو اديداس على طول من غير ما تقرا حتى الاسم. وبعد كده عايزك تهتم بالسيره الذاتيه اللي من خلالها المشاهد هيعرف انت هتقدم ايه في القناه دي. انا عارف انت مش هتبطل فرق، انت عايز تعالى، يلا تعالى، انا عارف انك مش هتبطل فرق، تعالى. ولازم يعرف برده اهتماماتك، وخليك صريح قوي في اللي هتكتبه عشان ده اللي هيمثلك اصلا في المحتوى. يعني ما تكتبليش ان انت طيار وانت طالع يفرج بقاله ساعه، عايز يخرج بقاله ساعه، فراك ما بيقعدش في حته، نفسي اشوفه زي بقيه الفيران اللي بتقعد ساكته دي. الفرق بتاعك يا عم، مش فاهم، انا واحد مريض متخلف متبنيني، ما تسيبني يا ابني، في ايه؟ يا جماعه ممكن تعملوا سبسكرايب عشان مصطفى بيتعب جدا على المحتوى. يعني مثلا ما تكتبليش في السيره الذاتيه بتاعتك ان انت مونتير وانت اصلا ما بتعرفش تمنتج فيديوهات، او المونتاج بتاعك ضعيف اصلا. خليك دايما صريح وواقعي مع نفسك عشان المشاهد يثق فيك، عشان مستقبلا لما تكبر يبقى انت بنيت الجمهور بتاعك على ثقه. بعد كده بقى عايزك تهتم بصوره الغلاف، هي مش حاجه اساسيه بس انا برضو عايزك تهتم بيها لان بتدي شكل جمالي جدا للصفحه بتاعتك. طب انت دلوقتي اهتميت بالصوره والغلاف والسيره الذاتيه وجبت 1000 مشترك، وبعدين؟ لا خلاص بقى، روح انت تطمع ولا انت عايز شويه معلومات ببلاش؟ مفيش، خلاص روح قفلنا. اقول لك تعالى اكمل لك. عايزك تركز قوي بقى بعد كده في الترند اللي ماشي اليومين دول في المونتاج. يعني مثلا لو انت بتعمل محتوى جيمنج، فشوف مثلا ابو فيلا والناس اللي طالعه الصداره في الجيمنج وحاول تقلد المونتاج بتاعهم شويه. وعلى فكره مش عيب جدا ولا حاجه تقلل منك انك تتعلم منهم وتطبق على فيديوهات، بس ما تبقاش انت مثلا محتوى طبخ وتروح تعمل لي مونتاج جيمنج، يعني مش طبيعي. يعني حاول تشوف اللي في نفس مجالك بيعمل محتوى ازاي، حاول تقلده او تعمل حاجه شبيهه ليه، طبعا مع لمستك الفنيه. ما تاخدليش كوبي بيست على طول، واللي هو لا، عايز يكون ليك برده كده ايه، لمسه فنيه بتاع. انت فاهمني يا اسطى؟ فاهم انا عايز اقول لك ايه؟ سيب ريحتك يا اسطى في المونتاج. بس لو هتسالني تبدا بقى لي برنامج في المونتاج، فانا هقول لك دافينشي، وما تسالنيش ليه، جرب دافينشي الاول. بعد كده عايزك تتعلم ازاي تعمل صامنيل محترمه تجذب عين المشاهد. الذكاء الاصطناعي مسهل قوي علينا الكلام ده. خش على ناس بتعمل نفس المحتوى بتاعك، وهات فيديو جايب مشاهدات عاليه وفي نفس الوقت ما يكونش قديم. حاول تعمل صامنيل قريبه منه، مش زيه بالظبط، لا قريبه منه، طبعا مع لمستك الفنيه. يعني ما تجيبش صوره الشخص وكل حاجه وتحطها صامنيل، مش منطق يعني اصلا. وما تاخدليش الصوره وتشيل الشخص وتحط نفسك وتبقى انت كده عملت صامنيل. يعني المشاهد مش عبيط، ها، واليوتيوب برده مش اهبل، فاهم قصدي؟ بس عايزك تعمل حاجه شبيهه للصامنيل دي عشان تقدر تعمل زيها وتطلع في الصداره. برده ما تعملهاش كوبي بيست على طول، يعني انا عايزك تاخد الفكره. بعد كده بقى الحاجات اللي جوه الفيديو، انا عايزك تهتم بالصوت، وبعد كده الاضاءه. واضمن لك ان بعد 4 شهور من الشغل اللي بجد على نفسك هتلاقي اول دولار دخل في حسابك. لو عندك اي سؤال في اي حاجه او في اي حاجه واقفه قصادك، ما تترددش ابدا انك تخش تكلمني على الانستجرام، وان شاء الله هنقدر نحل مشكلتك سوا مع بعض، وان شاء الله اقدر اساعدك وافيدك انك تبدا محتوى كويس على يوتيوب. وبس كده، اشوفك في فيديو تاني، سلام.